كيفاش المغرب غادي يخسر 500 مليار في بناء ملعب الحسن الثاني مقابل 35 مليار تاع الدرهم ميزانيه الصحه؟ باش سمعتي هاد الهضره هادي وقلبك سخن عليك وما كرهتيش تخرج وتغوت وتقول عليها كيفاش المغرب غادي يخسر. اخوان الله يرحم الوالدين ضروري ركزوا مزيان وكملوا هذا الفيديو حتى للتالي، ضروري كلمه بكلمه وحنا نسمعوا كامل. 500 مليار على بناء الملعب مقابل 35 مليار تاع الدرهم للصحه، وغتخرج وغتقول الصحه اولا ما بغيناش كاس العالم. الا سمعتي هاد الهضره هادي هذا هو الفكر اللي غادي يولي عندك. ولكن الاخوان غادي نوريكم دابا التدليس والكذب وكيفاش تتنزوا على هاد الشباب ديالنا باللعب على الكلمات. هذا توفيق بوعشرين، هاد توفيق بوعشرين كيقول على راسو بانه هو معارض وبا الخير للبلاد. انتم سمعوا شنو تيقول هنايا؟ هو في عقد صحي جديد بنوده ليست كثيرة. بنوده أولا تمويل حقيقي للمستشفيات العمومية، لا بد من رفع ميزانية وزارة الصحة. إذا كان المغرب لديه 500 مليار لبناء ملعب لكرة القدم، سمعتوا هاد اللقطة بعدا قال لك 500 مليار، سير كمل. كيف يعقل أن يصرف فقط على صحة 37 مليون مغربي 32 مليار درهم فقط مقابل 35 مليار تاع الدرهم ميزانية الصحة؟ كيف قلت لكم الاخوان، فاش كتسمع بحال هذا الكلام هذا وكتسمع بحال هاد الارقام هادو اوتوماتيكمون كيطلع لك الدم وكتقول لا الصحة اولا ما بغيناش كاس العالم. ولكن هذا السيد غادي نبين لكم بانه مدلس خائن الوطن عميل لجهات اجنبيه اخرى، كيلعب بالكلمات باش يحرض الشباب للنزول باش توقع الفوضى في المغرب. في كاين التدليس. الى جينا الاخوان لهنايا دخلنا لجوجل وكتبنا ميزانيه ملعب الحسن الثاني، فعلا غتعطينا 500 مليار، ولكن 500 مليار سنتيم. 500 مليار سنتيم، 500 مليار سنتيم اللي هي 5 مليار تاع الدرهم مقابل 35 مليار ديال الدرهم ميزانيه تاع الصحه. شوفوا الفرق. اذا ميزانيه الصحه اكثر من ميزانيه اللي تخصصت لبناء هذاك الملعب بستة المرات على الاقل. ولكن بحال توفيق بوعشرين ما يمكنش ليه يقول هذه الهضره هذه، لانه علاش هو حيت هو بغى يلعب بالعقول تاع هاد الشباب وماشي في صالحه يقول 500 مليار سنتيم، لانه الا قال 500 مليار سنتيم ما خصوش يقول هذيك فقط، لانه هو قال 500 مليار ميزانيه تاع الملعب مقابل 35 مليار درهم. هذيك اكثر فيها الدرهم فقط. انت ملي كتسمع ديك فقط و500 مليار مع 35 مليار كتقول واه بزاف. ولكن علاش ما قدرش يقول 500 مليار سنتيم؟ علاش المشاهدين ديالو ما يقولش لهم لا راه 500 مليار سنتيم؟ لانه ماشي في صالحه. بحال هاد الناس هادو هما اللي كيخربوا البلاد وبغاو الفوضى في البلاد، وحتى دوك الناس اللي كيبارطاجيو هاد الفيديوهات ديالهم حتى هما كيساهموا في تخريب العقول ديال هاد الشباب والتحريض على العنف والتحريض على تخريب المملكه المغربيه والانجازات اللي دارت المملكه المغربيه. المهم الاخوان ردوا بالكم مزيان بحال هادو جا الكلاب هادو اللي ما تيهموش هو مصلحه المواطن او مصلحه الدوله، تيهمو فقط الفلوس اللي كيدخلوا ليه الادسنس في اليوتيوب او الفلوس اللي كيجيو عبر دول اخرى معاديه للمملكه المغربيه. الاخوان ردوا بالكم مزيان من هذا التدليس هذا، هي شويه من واحد البحار. اما الا جينا نحققوا معاهم كلهم هذوك الخونه اللي كاينين في الخارج اللي كيضلوا ليل نهار كيهاجموا المملكه المغربيه، غادي نلقاو بزاف ديال الكلمات اللي كيدلسوا بها. تماما. هادشي الاخوان فضلا وليس امرا، بارطاجيو الفيديو.